قررنا نجيب يعني خبير السعادة والنجاح يقول لنا إجابة السؤال ده. معانا إسلام. أهلا وسهلا بيك، إيه الأخبار؟ عايزين نعرف بقى يعني هل فعلا الواحد في ظروف البلد اللي احنا فيها وهو لسه في أول مشوار حياته ينفع يتجوز فيه أمل؟ بص، هو مبدئيا حتة ظروف البلد دي، يعني احنا البلد اللي احنا فيها دي تمام، كان في ثورة 52. مظبوط. بعد كده 67. تمام. بعد كده حرب 73. صح. تمام. بعد كده ثورة حصلت. بعد كده ثورة كمان حصلت. ده انت اصلا واخد الحديث الجديد، يعني التاريخ الجديد ده في من قبل كده بقى كل الاستعمارات وكل يعني التاريخ اللي قبل كده. فبص بقى في الفترة دي، الناس اللي بتشتكي من ظروف البلد، هل في الفترة دي ناس ما عملتش ملايين؟ كتير. هل في الفترة دي ناس ما اتجوزتش؟ كله بيتجوز. هل في الفترة دي ناس ما كانش عندها أحلام وقدرت تحقق أحلامها؟ لا، قدروا. تمام. مع إن ظروف البلد في فترات تانية كانت أصعب من كده، يعني لو هنتكلم على فترة زي فترة مثلا 67، كانت فترة صعبة، بس قدرت الناس إن هي تفتح شركات، وقدرت الناس إن هي تتجوز، وقدرت الناس إن هي تعمل ملايين. فأنا رأيي إن نجاح البلد أو فشله ملهوش علاقة أبدا بنجاحك أنت الشخصي أو فشلك. حلو. تمام. فأنت نجاحك أنت الشخصي مسؤوليتك انت بس، مش مسؤولية اي حد تاني. صح. فدي اول قاعدة لازم تحطها في دماغك، انك انت اللي مسؤول عن حياتك. تمام. وما انك انت ربنا خلقك في العصر ده، وربنا قال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهو ادالك ايه الادوات اللي تخليك تقدر تنجح وتحقق الغنى وتحقق الزواج وتحقق كل الاحلام اللي انت عايزها، وبرضه في الفترة دي، لان ربنا اداك ادوات الفترة دي. تمام. زمان ما كانش الناس مثلا يعني عندها الفيسبوك، ولا تقدر تكسب عن طريق النت، ولا كانت تقدر ان هي مثلا تعمل ديل مثلا مع حد قاعد في امريكا وهو قاعد هنا. تمام. فانت دلوقتي الدنيا واسعه جدا. انت ممكن تشتغل يعني. وبرضو يعني حاجه مهمه قوي، اول ما تعرف انك انت بس اللي مسؤول عن حياتك، تبتدي تقول يا ترى انا اقدر اقدم ايه. ما هو انت مش هتجيلك فلوس او مش هتجيلك دخل وانت ما عندكش حاجه تقدمها. صح. كل الناس بتقول انا عايز اخد عايز اخد عايز اخد. لا، ما هو انت لازم تدي علشان تبتدي تاخد. صح، مظبوط، عندك حق. انت عايز تعيش غني في حياتك. تمام. طب انا هسالك سؤال، ايه المهاره اللي انت طورتها في نفسك بحيث ان انت مثلا في بلدك، او بلاش بلدك، في المدينه اللي انت فيها، انت رقم 1 او رقم 5 في المهاره دي. تمام. لو انت محامي مثلا، يقولوا والله لا، يعني كمحامي البلد دي فيها 5. تمام. بلاش المدينه، على مستوى المحافظه، ايه المهاره اللي انت فيها من اول 5 في المهاره دي؟ تمام. بحيث ان انت تقدر تقدمها، بحيث ان انت سعرك يبقى عالي. حلو قوي. تمام. فانت لازم يبقى عندك مهاره تقدر تقدمها، تقدر تاخد مكانها مقابل. وخلينا كمان نقول الكلام ده في الجواز، يعني انت ايه الحاجه اللي فيك اللي تخلي الناس يعني الطرف الثاني الاهل، عروسه، يقبلوا بيك، ونفس الكلام العكس من العروسه، انت ايه اللي بيميزك علشان اهله كمان لما يشوفوكي يحبوكي ويرتبطوا بيكي والموضوع يبقى ناجح. بص، هو بالنسبه للجواز لازم يبقى فيه اتفاق ما بين الطرفين، ان الطرفين هيسعدوا بعض. حلو. تمام. لازم يبقوا متفقين على حاجه زي كده. تمام. وبعدين ما احطش حاجه يبقى ليها مقابل. تمام. يعني انا بدي يعني ايه، انا النهارده مثلا اتعاملت معاك كويس، بس مش انت تتعامل معايا كويس. انت كده كده هتتعامل معايا كويس بس في وقت تاني. يعني انت دلوقتي جاي متضايق. تمام. احنا مثلا بنقول في الغضب ان انت مثلا في واحد غاضب فبيبقى في واحد محتوي. تمام. انت دلوقتي جاي غضبان. تمام. فانا احتويت. تمام. فانا دلوقتي عملت فعل كويس بالنسبه لك. انا مش هستنى منك انك انت ان انا اتغير بقى ومضحك ومبتسم وبقت الدنيا سعيده وجميله. بعد شويه الشخص ده هيقدر اللي انت عملته، وهيبقى في رد فعل بس بطريقه مختلفه. دي حاجه. تمام. فاول حاجه في الجواز احنا قلنا ان ظروف البلد دي ما هياش عائق. مش عاجباك ظروف البلد يا اخي، سافر شوف لك بلد تانية. يعني برضه ما ربنا فتح لنا الدنيا يعني. أيوة. بس انا المسؤول عن حياتي. تمام. لو هنيجي نتكلم عن ازاي اسعد مثلا الشخص اللي قدامي، انا المفروض بسعده بالحاجه اللي هو شايفها ان هي تسعده. تمام. مش الحاجه اللي انا شايف من وجهه نظري ان هي تسعده. يعني انا مثلا
كبنت مثلا انا بحب الشوكولاته، تمام، ده معظم البنات بتحب الشوكولاته، فعايزه تجيب هديه لخطيبها فتقوم جايبه لي شوكولاته. تخيل موقف هو تعبان وجاي من الشغل جايبه لي شوكولاته يعني. انت فاهم ازاي؟ طبعا العكس لو حصل هي تبقى مبسوطه، تمام، فهي بتبقى عايزه تعرف، لا هو ممكن يكون راجع من الشغل مثلا فبيبقى مثلا محتاج ان هي تشجعه، صح، تمام، تسمع فهي او ان هي تسمع، فهي المفروض تبقى فاهمه شخصيه اللي قدامها ايه اللي بيسعدها، تمام، وما فيهاش احراج خالص ان انا اقول والله يا جماعه انا بحب كذا وكذا وكذا، وهي بتساله انت يا ترى انت بتحب ايه عشان اقدر اعمله لك. فانا دلوقتي في موضوع ان انا في الجواز بالذات او في طرفين في الموضوع، انا مش لازم من وجهه نظري، يعني وجهه نظري دي رايي، مش لازم ان هي اللي تمشي مع الشخص اللي قدامي، صح، انا ببقى عايز اعرف اللي قدامي ايه اللي بيسعده بحيث ان انا اقدر اقدمه واقول له برضه ايه اللي بيسعدني بحيث ان هو لو قدر يقدمه لي مفيش مشكله، بس انا بقدمه مش مستني مقابل لان المقابل هيجي بطريقه تانيه. طيب حلو، في حته النجاح، تمام، انا واحد يعني لسه مثلا متخرج وبسعى، ازاي انجح؟ يعني اعمل ايه يعني؟ ايه رايك؟ تمام، زي ما قلنا، تمام، انت محتاج اول حاجه تشتغل على نفسك وتطور نفسك، ماشي، تمام، بحيث ان انت يبقى عندك مهاره، حلو، تمام، المهاره دي هتمكنك انك انت تكسب منها، تمام. انا كده ايه، فتحت باب رزق، فتحت باب رزق، تمام، ما تكتفيش بمهاره واحده، يعني طبعا. في ناس عندها يعني اتميز بمهاره، بس خلي عندك كذا مهاره، اتميز بمهاره، اديها وقتها سنه 2، تمام، لقيت نفسك ان انت المهاره دي اتقنتها وبقيت اوتوماتيك فيها، تاخد الخطوه اللي بعديها، تمام. انت دلوقتي يعني بدايه اي شغل ان انا ابقى يعني انا يعني مين هيدفع لي مقابل ايه؟ حلو، تمام كده؟ فانا بشوف مقابل ايه دي الاول، تمام، انا بشوف الناس محتاج ايه، يعني انا وليكن مثلا في منطقه ما فيهاش سوبر ماركت، فبقول والله انا هفتح في المنطقه دي سوبر ماركت لان الناس محتاجه سوبر ماركت، تمام، طب السوبر ماركت ده انا محتاج يعني انا عايز افتح سوبر ماركت في المنطقه دي اعمل ايه؟ تمام، اروح اشتغل في سوبر ماركت تاني لمده مثلا وليكن 6 شهور، اتعلم اعرف البضاعه بتيجي منين والنظام بيجي ازاي والسيستم بتاع المكان بيجي ازاي، بحيث ان انا يعني مش لازم ابدا العجله من الاول بقى، يعني انا بشوف انا عرفت الدنيا من جوه عامله ازاي، اشوف حد نجح في الموضوع ده، تمام، واساله او اتعلم منه، وفي ظرف مثلا مده مثلا بسيطه ابتدي ان انا المشروع ده اقدر ان انا افتحه في المكان ده، تمام، دي رقم يعني دي حاجه اساسيه. لو احنا هناخد خطوات كده فانت بتتعلم مهاره، المهاره دي او مثلا صنعه مثلا لو قلنا زي مثال السوبر ماركت ده فانت تقدر تعمله، بس انت ساعات بيبقى الفلوس هي اللي موقفاك، تمام، طبعا، فانت دلوقتي هتبتدي ازاي؟ تمام، فانت رقم واحد لازم يبقى عندك دخل، ماشي، تمام، الدخل ده هيبقى جالك نتيجه مهاره انت اتعلمتها، حلو، تمام، لانك لو مش جالك نتيجه مهاره انت اتعلمتها هتضطر تشتغل اي حاجه بدخل قليل قوي، ماشي، تمام، فانت تتعلم مهاره كويس، تمام، حتى لو اضطريت في الاول تشتغل اي شغلانه بس هتاخد فلوس الشغلانه دي تعلم نفسك مهاره تقدر تجيب منها دخل اكتر، تمام، فاول حاجه انك انت تتعلم مهاره، تاني حاجه انك انت تبتدي تحوش، ماشي، تمام، عشان لما تبتدي تحوش كل ما بتحوش مبلغ اكبر كل ما الدنيا بالنسبه لك بتفتح لك فرص اكتر، تمام، بعد ما تبتدي تحوش بطل تصرف في الحاجات اللي مالهاش لازمه، لا بصوا روشيتا يعني مفيش بعد كده، يعني انت ماشي. لانك انت اللي انت حوشته ده هيجي لك مثلا يقول لك ايه لا بص بقى انا هجيب موتوسيكل عشان الطريق زحمه بعد كده لا بص بقى خلاص بقى احنا نطلع الرحله اللي جايه دي بقى انا عايز ارفه عن نفسي بقى، انا تعبت وشقيت ارفه عن نفسي، انت ممكن تبسط نفسك ببساطه حلو، تعالى لي بقى، ايوه فانت يعني هي الفكره كده، تمام، انت الاول خدت مهاره بدات يبقى عليك دخل هتبتدي تحوش، تمام، التحويش ده هتبتدي ان انت تطور بيه نفسك او تبتدي ان انت تعمل مشروع، تمام، يبتدي ان هو المشروع ده هو اللي يدخلك دخل. هو برضو بمناسبه حته ان انبسط ببساطه في حقيقه علميه بتقول ان اكتر الحاجات اللي فعلا بتبسط الانسان في حياته هي الحاجات اللي في الاغلب ما بتكونش مكلفه، تمام، يعني زي مثلا الرحله اللي انت طلعتها، تمام،
بتروح وتقعد، بتطلع مثلا سانت كاترين، تروح مش عارف في مكان هادي، تركب مركب في النيل، مش عارف على حسب الحاجات دي. بس تبص تلاقيها تكلفتها قصاد الحاجات اللي احنا بنبقى متخيلين انها تسعدنا مختلفة تماما. بالعكس بتبقى كل ما زادت البساطة زادت السعادة. بص، هو مفيش علاقة انت صرفت قد ايه بكمية السعادة اللي انت هتاخدها. حلو. تمام، يعني ممكن تصرف كتير وتبقى سعيد، ممكن تصرف قليل برضه وتبقى سعيد. صح. تمام، بس هي في الاخر محصلة اي حاجة بتعملها مشاعر. تمام، فانت مثلا هنقول لو انت مثلا عايز تنبسط ببساطة، تمام، انت مثلا لو نزلت خرجت اتمشيت مع واحد صاحبك او حد انت بتحبه في مكان مثلا كويس مثلا، وشربتوا مثلا حاجه سخنه مثلا في الجو البرد اللي احنا فيه ده، هتبقى مبسوط. فانت هتبقى مبسوط، بس المفاجاه ان كل ده ببلاش. صح كده؟ صح. فاحنا بنرجع تاني ان طريقه تفكيرك هي اللي بتخليك مبسوط او لا. تمام، وعشان تقدر يعني تفهم الدنيا ماشيه ازاي، انت اللي مسؤول عن حياتك مش حد تاني. يعني بص، انت جبت الخلاصه بجد. انا متشكر جدا ليك، حبيبي، واتمنى كده يعني الكلام ده يساعدكم تتجوزوا ببساطه، وفي نفس الوقت تكونوا سعداء وتنجحوا في حياتكم ان شاء الله.